تخيلوا معي دولة طلعت لنا ميسي، تخيلت؟ يلا بس هاي كانت نهاية الحلقة، كان معكم دي ار كي، السلام عليكم. الارجنتين قبل ميسي وقبل كاس العالم وقبل كل هالكلام الفاضي، الارجنتين شنو كانت؟ خلونا نرجع بالزمن لالاف السنين. كان في ناس عايشه على هاي الاراضي قديما، وكانت ناس بسيطه تزرع تصيد والكلام الفاضي ده. وفجاه كان بالجهه الثانيه الاوروبيين قاعدين بالبحر يتمشون، يعني ما يتمشون مشي يعني، المهم كانوا بالبحر يدورون على ايش؟ يدورون على الذهب والفضه. وفي سنه 1516 وصلوا الاسبان الى الارجنتين، ما كان اسمها الارجنتين قبل، بشرح لكم ايش صار اسمه. المهم وصلوا الى الارجنتين وكانوا يدورون على الكنز على طريقه الافلام، عرفتوا كيف يدورون على كنز؟ فلما وصلوا الاسبان الى الارجنتين قالوا اكيد راح نلقى فضه، وفعلا لقوا فضه. والفكره مش هنا، الفكره ايش؟ الفكره انه كلمه فضه باللاتيني ارجنتوم، ومن هنا طلع اسم الارجنتين بناء على الفضه. اي نعم، يعني حرفيا الارجنتين اسمها كله مبني على الفضه، يعني مش ذهب مش الماس، الفضه. المهم الاسبان اول ما وصلوا الارجنتين حبوا يقعدون فيها شويه، وانا لما اقول شويه يعني اقصد 300 سنه، يعني لو جد 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 جدك كان ينتظر الاستقلال برضه ما راح يلحق. لكن بسنه 1810 الناس طفح كيلهم، قالوا يا جماعه نبي نحكم انفسنا، فقامت ثوره كبيره اسمها ثوره مايو. وبعد كم سنه من القتال والحماس والاجتماعات اللي ما خلصت بسرعه، اعلنت الارجنتين استقلالها عام 1816. وهنا تبدا قصه الدوله الحقيقيه. بس لا تتوقعوا ان الامور صارت ورديه، لا يا حبيبي. اول ما استقلوا بداوا يتهاوشون مع بعض، يتهاوشون يعني يتقاتلون، يتضاربون، يتعاركون، ايا يكن. فصاروا يتعاركون، واحد يقول انا افهم، والثاني يقول لا انا افهم، واحد يقول لا انا افهم منكم انتم الثلاثه، واحد يقول لا انا بيحكم، والثالث يقول لا انا بيحكم، واحد يحكم الثاني والثالث بيحكم. والوضع كان مسلسل تركي طويل. بس بعدين صار شيء غريب جدا، ملايين الاوروبيين قرروا انه يهاجروا على الارجنتين، وخاصه الايطاليين. من كثر ما كانوا مهاجرين ايطاليين كثار، اي واحد يكلمك حاليا، واحد من الارجنتين يكلمك باللهجه الاسبانيه، راح تلاحظ انه في لمسه ايطاليه. هذا واحد ارجنتيني يكلمك اسباني وتحس الاكسنت ايطالي. يعني الشعب الارجنتيني اليوم عباره عن ثقافات داخله ببعض. وصلنا الى القرن العشرين، وهنا الارجنتين صارت من اغنى دول العالم. اي نعم، اغنى دوله بالعالم. الناس اللي كانت تناظر الارجنتين كانوا يقولون انه هذه مستقبل العالم، القمح يطلع، اللحوم تنباع، الفلوس تدخل، والامور ماشيه. ولكن لان الحياه تحب المفاجات، بدات المشاكل الاقتصاديه والسياسيه، مره حكومه، مره انقلاب، مره ازمه، مره تضخم، الى ان جاءت سنه 1982 وصارت حرب مع بريطانيا على جزر اسمه فوكلاند. بس الارجنتينيين يسموها مالفيناس. والحرب ما طولت كثير، ولكن سوت اثر كبير على الشعب الارجنتيني. ثم دخلنا العصر الحديث، وفجاه طلعت لنا كرة القدم. اكيد راح تفكر هسه ميسي اصبر راح يجي دور، راح اتكلم عنها، اصبر اذقل لحظه يا دارك. بس كرة القدم كانت موجوده قبل، اي نعم كلامك صحيح، ولكن الارجنتينيين اخذوها بشكل شخصي اكثر. بالنسبه للارجنتينيين الكره مو مجرد رياضه، هي اسلوب حياه. عندهم الاطفال يتعلمون يشوتون الكره قبل ما يتعلمون كيف يربطون جزمه الحذاء شنو خيط ايا يكن. ومن هنا طلعت لنا اساطير كرة القدم. اي نعم انا اتكلم عن مش ميسي، اتكلم عن مارادونا وما ردناهم، ما تبونا ما نباكم، شو السالفه؟ بس مين هذا مارادونا امام الاسطوره ميسي؟ تدرون ميسي قبل بالارجنتين كان عباره عن ولد نحيف وصغير وقصير وبلون الازرق ذا عامل زي السنافر. وبعد سنوات اصبح ليونيل ميسي هو اشهر واكبر واحسن واقوى اسطوره كره قدم عرفها التاريخ. كيفني جماعه ميسي وانا قاعد اضبطكم؟ جماعه رونالدو انا عارف انتم كارهيني، اصبر. وكلكم شفتوا كيف ليونيل ميسي فاز بكاس العالم 2022 ضد فرنسا، وبيومها الشعب الارجنتيني كله طلع واحتفل، تحس كانوا شويه وينصبوه رئيس الدوله. وبس والله هذه كانت قصه الارجنتين باختصار. الان بترككم مع دركوكي، حيحبك لو ما حبوكي. السلام عليكم. هلا والله معاكم دركوكي، ححبك لو ما حبوكي. دركوكي ححبك لو ما حبوكي. اذا سالت الارجنتيني شنو تحب تاكل حيقول لك لحم، حتقول له طيب وبعد شنو تحب تاكل حيقول لك لحم، طيب وحتقول له بعد شنو تحب تاكل حيقول لك لحم، طيب وحتقول خلاص حيقول لك لحم. ليش؟ لأن الأرجنتينيين من أكثر الدول العاشقة للحوم، خاصة المشوية. ما بس يعشقون اللحم المشوية، يعشقون شيء اسمه المتة. المتة هذا يعرفوه مين؟ يعرفوه أهل سوريا. أنت ما شفت حلقة سوريا؟ لحظة لسه ما نزلت حلقة سوريا، إن شاء الله بنزلها بعدين. يعشقون شيء اسمه المتة. هذه المتة عادي لو لفت على 5-6 أشخاص بجلسة واحدة ما عندهم أي مشكلة. إلى أن أصبح مشروب المتة هو المشروب الوطني في الأرجنتين. الرقصة الوطنية للأرجنتين اسمها التانجو، اللي هي كذا.
امزح معاكم ذي الرقصه العراقيه، ما اعرف التانجو، بشوفكم هسه فيديو كيف تكون رقصه التانجو. بالنسبه للملابس التقليديه فهم عندهم رعاة بقر اسمهم الجاتشو. اي جاتشو جاتشو هي نسختهم الخاصه من رعاة البقر الامريكيه، قبعات واحده وجو افلام قديمه. علم الارجنتين يتكون من لونين، الازرق السماوي والابيض، وبالنص شعار الشمس الذهبيه اللي يرمز الاستقلال والحريه وكذا. ولكن انا برايي لو كانت الشمس فضيه، عشان ايش؟ لنفس القصه اللي بالبدايه فهمتوا قصدي، يعني عشان بنكمل. احسني غبي ما اعرف اشرح. وبالنهايه حاب انطيك نصيحه، اياك ثم اياك تروح على الارجنتين وتكون انت بنص الارجنتينيين وتغلط على ميسي. ما راح اقول لك شنو يصير يعني، بس يعني هم بالنسبه لهم خلصت الحلقه، كان معاكم دي ار كي. السلام عليكم.